السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وراحة بال بإذن الله. كل سنة وانتم طيبين وكل عام وانتم بخير يا رب. هلت خلاص روايح رمضان واحنا خلاص في العشر الاواخر من شعبان، وخلاص ايام قليلة قوي ان شاء الله وندخل على ايام الخير وايام الفرحة. احلى ايام رمضان، احلى شهر في السنة كلها، وبنغسل فيه كل حاجة، بنغسل ذنوبنا واحزاننا. شهر الفرج والخير. رمضان هنبدأ قد ما نقدر. اعملي، بنقطعها وبنشيل منها القشر ونظبطها وكل حاجة ونغسلها كمان برضو تاني. تمام. هنحطها على في حلة واسعة، اهم حاجة تكون حلة واسعة عشان تتشرب وتنزل بقى ايه كل السوائل اللي فيها. واهم حاجة ما تتغطاش طبعا زي ما انتوا سامعين، ماما بتقول لكم بلاش نغطيها. هنقلبها بالسكر يا جماعة قبليها بكام ساعة كده، نسيبها في السكر تنزل المية اللي فيها وتنزل السكر اللي في الفراولاية ذات نفسها. تمام. وهنحطها في الحلة وهنسيبها تفضل تغلي كده، ونطلع بمعلقة ونشوف اول ما نلاقيها هتخنت كده على المعلقة يبقى بس كده استوت. تمام. ننزل بقى بعصرة الليمونة عليهم على حسب الكمية اللي انت عاملاها، ما تتأيديش بالكمية طبعا اللي احنا عاملينها. تحسي كده ان هي نص سوا زي ما انتوا سامعين ماما كده بتقول لكم. نعصر بقى الليمون وهنسيبها تغلي غلوتين تاني ونطفي عليها، كل واحد على حسب الكثافة. لما تربط ايوه وتتخن. انتوا يعني ايه، هي بالنظر كده وبالاحساس، اول ما تربط وتتخن نظبطها كده ونوطي عليها النار وتاكلوا احلى مربى. طبعا قبل ما نحطها في البرطمانات لازم نكون غاسلين البرطمانات تمام. وهنفرزها ونحطها في البرطمانات جنب مربة الفراولة. زي ما انتوا شايفين في اول الفيديو كنا جايبين برضو 4 كيلو برتقان او 5، مش فاكرة بصراحة، 5 كيلو. تمام. برضو ماما عملتهم عصير وظبطتهم. غسلنا البرتقان وقشرناه وحطينا مع العصير برضو في كل شفشة عصير حتة قشر من البرتقان عشان نزود الفيتامين سي، وبتدي طعم حلو قوي. على قد ما تقدري توفري في البيت من اقل حاجه بدل ما تشتري عصير من بره غالي، ونقدر نوفر باقل الامكانيات وحاجات نظيفه من البيت. ربنا يجعله شهر الخير علينا وعليكم، وكل سنه وانتم طيبين وكل حبايبكم في خير. متنسوش تدعمونا باللايك والشير والسبسكرايب ودعوه حلوه من قلوبكم. والختام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وراحة بال بإذن الله. كل سنة وانتم طيبين وكل عام وانتم بخير يا رب. هلت خلاص روايح رمضان واحنا خلاص في العشر الاواخر من شعبان، وخلاص ايام قليلة قوي ان شاء الله وندخل على ايام الخير وايام الفرحة. احلى ايام رمضان، احلى شهر في السنة كلها، وبنغسل فيه كل حاجة، بنغسل ذنوبنا واحزاننا. شهر الفرج والخير. رمضان هنبدأ قد ما نقدر.